مبروك على المغرب. Parabéns Portugal. Enhorabuena España. Congratulations to Europe. Félicitations à l'Afrique. ستكون بطولة كأس العالم 2030 نسخة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم منح الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال حق تنظيم كأس العالم 2030. وبذلك سيصبح المغرب ثاني بلد عربي يستضيف الحدث المونديالي بعد دولة قطر عام 2022. ولأنها نسخة استثنائية بمناسبة الاحتفال بمئوية كأس العالم، فقد أعلن الفيفا إقامة المباريات الثلاث الأولى في الأرجواي والأرجنتين والباراغواي ضمن خطة الاحتفال بمئوية البطولة التي انطلقت في عام 1930 بالأرجواي. أولى المباريات الثلاث ستقام بالطبع في الملعب الذي بدأ فيه كل شيء، استاد سنتيناريو الأسطوري بالعاصمة مونتيفيديو، احتفالا بأول نسخة من كأس العالم. بعد المباريات الثلاث ستسافر منتخبات الأرجواي والأرجنتين والباراغواي ومنافسيهم الثلاثة إلى المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستكمال البطولة، حيث حفل الافتتاح، وبذلك ستتأهل المنتخبات الستة تلقائيا لنهائيات كأس العالم، وستكون أول بطولة لكأس العالم تقام في 3 قارات.